ايه سبب بناء مدرسة السلطان قلاوون؟ يحكي لنا المقريزي في كتابيه خليك المواعظ خليك والاعتبار المشهور بالخطط المقريزية، والكتاب بيقول لنا ايه؟ ان حصل خلاف ما بين المصريين والسلطان قلاوون بخصوص الضرائب. الناس خدت على خاطرها واعترضت، بمعنى ساءوا النمرضة على السلطان. كما كان من السلطان الا انه نزل المماليك من القلعة وعمل حظر تجوال في الشوارع. المماليك لما نزلوا في الشارع طبعا حصل نوع من الوحشية تجاه المدنيين، ودي كانت من الحوادث النادرة قوي انها تحصل، ان المماليك ينزلوا من القلعة علشان يقمعوا الناس او يعملوا حالة من حالات شد الزمام على الناس. التصرف الوحشي ده خلى الناس تزعل من السلطان وتاخد موقف، وخلى السلطان فيما بعد يندم وعاوز يصالح الناس. يعمل ايه؟ قرر ان هو يعمل مكان خيري يقدم فيه خير للناس او خدمة خيرية للناس، علشان خاطر ايه؟ يصالحهم، وفي نفس الوقت ينفذ الامنية اللي تمناها لما كان في سوريا ومرض هناك ودخل المارستان النوري. المارستان دي عبارة عن مستشفى بناها السلطان نور الدين زنكي، نور الدين محمود زنكي ابن زنكي. فنظر لله نظر ان هو ايه، لما ربنا يفتحها عليه والامور تتوفق هيعمل مدرسه او مارستان شبه المارستان النوري بتاع سوريا او بتاع الشام.